قياس الجاهزية الجديد يوم الثلاثاء 29/10 تحت مسمى رئيسي دعم أهلنا في غزة ودعم غزة ودعم دماء الشهداء. رقم 2 دعم التراس ومشجعين الكرة الأهلاوي والنايت وايت والجرين ايجل، كل مشجعين مصر اللي هيشجعوا في اليوم ده الأهلي ويشجعوا بلدهم، وهننزل نحتفل معاهم. وبالتالي نحن نستميل جماهير الكورة والشباب اللي بيحب بلده والشباب اللي بيدعم غزة واللي مش عارف يرفع علم غزة في أي وقت الفترة اللي فاتت، إنه هينزل في نفس التوقيت. المباراة دي مهمة جدا لجماهير الكورة، جماهير الالتراس، كل جماهير الكورة الأهلي أو الزمالك، لأن هؤلاء الشباب لابد إن إحنا نرجعهم لحضننا تاني. بهدلوا ومنهم شهداء وبيتشتموا وبيتسجنوا لغايه دلوقتي. التراس اهلاوي، الوايت نايت مسجونين، والجرين ايجلز حتى هذه اللحظه في سجون السيسي. 3 الوقت من 8 ل 2 صباحا مفتوح 6 ساعات، تنزل في الوقت اللي يناسبك، تحتفل، تتفرج، تروح تصلي زي ما انت عايز. 4 ممنوع نقرب لمحطات البنزين للساده اصحاب السيارات، كل محطات البنزين الخاضعه للجيش، وخصوصا بعد زياده اسعار البنزين، اعتراضا على اسعار البنزين. كل اصحاب السيارات المؤيدين لثوره المفاصل اللي بيسمعوني دلوقتي، ما تحطش بنزين من بنزينات الجيش. بتتكلم في الوقت ده مش اقل من 100,000 هيتحركوا في المنطقه دي، وبالتالي محيط القاهره ومدينه نصر والعباسيه والمنطقه دي هتبقى مليانه ومشغوله. وسيخشى النظام ان تقوم شراره، وسيخشى النظام ان الشباب في الوقت ده يتحرك. دي نشوف النظام مشدود ومنهك دائما وبشكل دائم بثوره المفاصل.